الاستعدادات كانت مكثفة لإنجاح مباراة من الحجم الثقيل. عرس كروي كان في الحسبان، الانطلاق من المدارج في أجواء احتفالية، جماهير غفيرة، ثم لقطة معبرة من ملتقطي الكرات يتوجهوا بباقة ورود لرجال الأمن. رسالة كانت أكثر من معبرة. مباراة تنطلق في شكل عادي. دقيقة لعب، نبي سوما يستغل ضعف واضح كان اليوم في دفاع النادي البنزرتي. مهاجم النادي الصفاقسي يسدد ويسجل 1-0 للنادي الصفاقسي. جمهور النادي البنزرتي يصفق للهدف. ثم بنك النادي البنزرتي طالب مخالفة للحارس علي العياري. نقطة التحول تنطلق منها العملية. خمسة دقيقة، مخالفة نفذها علي المعلول. حمزة الورتاني غلط مرماه، يسجل الهدف الثاني للنادي الصفاقسي. 2-0. تسعة دقيقة، هجوم النادي الصفاقسي. حمزة يونس يمهد لمحمد علي من نصر، يسجل الهدف الثالث للنادي الصفاقسي. والبقية اقتحام من بعض الجماهير للملعب، فوضى عارمة، عادة سيئة تتكرر للمرة الثانية في ظرف أسبوع. والرجاء ولكل من يعشق هذا الوطن الوقوف بكل جدية لمحو مثل هذه المشاهد من صورة تونس.
طيب صحيح يغسل الحساب. برا الحساب. رياض رياض رياض. لا الحساب. سي علي يظل الامور ما عادش تعجب الكل في الكره اليوم. لا تو بالكيفيه هذه ما عادش تعجب، ولا معناها اعتداءات معناها مستهدفه مباشره، معناها ما يحبوهاش البطوله تتوصل، خاطر معناها بعد 3 بلاش تعبت الجمهور، والجمهور نوعيه الجمهور اللي هبط هذا مش جمهور عادي، ومعناها قاصد بالعاني باش يضرب الملاعبيه، ومعناها واطار التحكيم هذا معناها حاجه نقطه استفهام. واحد لازم يثبت في برشا حاجات. ما عادش جمهور نتاع كوره عندنا، وجمهور نتاع اللي مستانسين السيابي نعرفوها وخدمنا معاها برشا مرات وخسرت لهنا، ومعناها ما صارناش الشيء هذا. معناها قصد بالعاني بالاستهداف معناها الملاعبيه والاعوان الامن، واي انسان باش ياخذ ما يخليهمش يعملوا اللي يحبوا يعملوه. هذا مش انفلات امني هذا، ولا اعتداء حتى على الاعوان، ولا اعتداء. هو خاطر نحن اعوان جينا، خاطر كان ما جيناش موجودين باش تعداو للملاعبيه وتعداو لاطار التحكيم وتعداو المسيرين، مش معناها مش قاصدين الامن برك، قاصدين المجموعه الكل. معناها الناس الكل اللي تخدم في المقابلات وفي الرياضه ما يحبوهاش تنجح البطوله. ماني شفنا قبل المباراه معناها الاولاد صغار فرقوا الورد على الامن، فرقوا علينا الورد بارك الله فيهم، ولينا معناها اجواء نتاع روح رياضيه، ومعناها كنا مسخروها مقابله باش تتعدى فيها جو باهي، لانه ما نعرفش اثار واش دار في وسط المدارج باش ولات العباد هابطه عادي، معناها كانك هابط في دروج عادي. معناها وقت رجعوا البطوله الوطنيه قلنا وعودنا لبلادنا في الوقت الحاضر ما هيش من اولوياتها الكوره، ثم اولويات اخرين، ثم الامن نتاعنا وثم الاستقرار نتاعنا قبل الكوره. ظهر اليوم بالكاشف اللي ما زلنا ما احناش جاهزين لعودة البطولة الوطنية، رغم اللي اعتقد جازما اللي صدر اليوم ما يمثل حتى شيء وما يمثلش جماهير النادي الرياضي البنزرتي اللي نكن لهم كل الاحترام والتقدير. جماهير عرفت معروفة بحسن اخلاقها ومعروفة بتشجيعها لفريقها في كنف الروح الرياضية، لكن اللي صدر على البعض اللي ما نجمش نسميه احباء النادي الرياضي البنزرتي، نقول هذا ما يشرفش كرة القدم التونسية، ولا بد باش نحافظوا على كرتنا ونحافظوا على بلادنا من الاشخاص هذوما. باش تطرح عليك سؤال، انت تحب توقف البطوله، فما عقود بتاع لاعبين، فما برشا مصاريف، شكون باش يكفل بهم حسب رايك؟ ثم حلول الجمعيات تجم تتكفل، يجم يصير اتفاق بين الجمعيات واللاعبين نوفروا لهم الحد الادنى ونوقفوا البطوله نتاعنا، وما ترجع الا على اسس صحيحه وقواعد متينه باش ما نشوفوش المظاهر هذه اللي قاعدين نشوف فيها اليوم. نبيل يظل يفزت الامور، مش السماء هكايا تولي الامور كساحت شويه، فهمت؟ كنا 1-2 اوكي، فهمت؟ ما لازم نشوفوا حل. انا مونافي انا حسب رايي انا الشخصي هذا، والراي هذا يلزم لي كان انا يلزم مع الاستادي يقعدوا الاستادي، خاطر مشكورين ياسر، خاطر الاستادي بالمناسبه شفتهم انا في صفاقس وشفت اليوم الاستادي اللي معرضين رواحهم معناها هما في الواجهه وقاعدين يعملوا فيه عمل كبير وداير. كان مش استادي اليوم، كان مشكل الاستادي اليوم بدات كانت سيرت امور ما اكبر، فهمت؟ استادي ويلزم يرجع، ما نكذبش عليك معناها يلزم الامن يرجع كما قبل في الاستاد، خاطر مازلنا في بريود ترانزيتوار هذا، يلزم الامن الساعه يرجع موجود في الاستاد. شنو تو استادي اول واحد يتعرض للاصابه نورمال. والله ايش نقول لك، كل هنا خاطر كما نقولوا احنا باش تعدى ماتش باهي يتعدى كل 90 دقيقه، كل شيء يمشي على روحه ما يهمش. ان شاء الله يا اخوان نحب نقول كلمه لجمهور النادي البنزرتي، ان شاء الله حتى كي نخسروا ما يهمش، عندنا اكيب صغيره نحاولوا نبنيوا للمستقبل، وان شاء الله ما عادش نراو الحكايات هذه يعني في الملاعب نتاعنا. كلنا سنابيل تضرب، فما حتى من الحاكم تضرب زادوا، سي با نورمال معناتها ماهيش كوره هذه، كان هذه كوره خويا سماح. الواحد الله اعلم عائلته كيفاش شنو الحاله نتاعهم، الله اعلم العباد اللي تتفرج، كل واحد ويلو زاد خويا ما يجيش هكا. ماشي اعطينا حل انت. حل فما حتى حل، كان باش نلعبوا ويكلو ولا نزيدوا الحاكم يولي اكثر من الجمهور. هذيك هي الحل، فما حتى حل اخي.
سي وسيم يظل لي ولات امور عاديه توا، وقف الماتش في اي وقت وتربح تخسر وقف الماتش. والله ماك تعرف بلادنا تو قاعده تمر بظروف استثنائيه، معناها سيتي فاز ترانزيتوار. هذا ما يبررش اللي صار اليوم. والله شو نقول لك، توا عادي معناها، ولا شفناه معناها ماتش باجا وماتش اليوم، فهمني، بخلاف الاقسام السفلى معناها عادي كل جمعه بريسك معناها ثم حوادث هكايا. وين ماشيين فهمني، يلزم الاطراف الكل تحمل مسؤولياتها، فهمني. كان لازم يوقفوا البطوله يكملوها بالجمهور، فهمني. اما في لي كونديسيون هذا مراه صعيب برشا معناها، كان باش تكمل على خير، خاصه بعديك بيجيو في معناها في الفاز الاخرى، في الفيراج الاخراني طلوع وهبوط وكذا، فهمني. وقرار باش ياخذوا اربيتر بيلانتي مش بيلانتي، تشوف اليوم معناها 3 بشيء وثلاثه بموتوات ما فيهم حتى شيء، معناها الجمهور هبط. خلي معناها نهار اخر معناها فهمني حكم معناها يزفر بيلانتي غلط ولا تحسب بونت ورجو ولا كذا، فهمني. الطامه الكبرى معناها، ربي يقدر الخير. وكا شنو الفصل القانوني اللي اعتمدته اليوم باش وقفت المباراه؟ الفصل القانوني صار اقتحام الميدان مع الاعتداء على لاعبي نادي صفاقسي، تم الاعتداء على الممرن نتاع نادي صفاقسي نبيل الكوكي، وتم الاعتداء على عوان الامن، فهمتني. لكن راهو ملاعبيه السيابي، فهمتني، راهو قاع معناها حبوا معناها يحميوا ملاعبيه السي اس اس، معناها المسؤولين كيف معناها ما قصروش، معناها المسؤولين السيابيين ما يتحملوا حتى مسؤوليه، معناها فهمتني. كل شيء معناها ملقاة على عاتق الجمهور. في حاله الاعتداء هذا يلزم الماتش يقف بالطبيعه، يلزم يقف، ما عادش نجم. صارت هذه في بجر، فهمني. ما نعرفش باجا صار اعتداء ولا الظروف نفس الظروف، ولا انا نحكي لك اللي عشته في المقابله نتاعي اليوم، ريت معناها مستحيل باش نرجع نلعبوا ماتش كوره.